إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبحق وصدق لقد تفجر جمع الحداد، تفجر فلوث الساحات بعد صوتية الشيخ الفاضل الناصح أحمد بازمول حفظه الله تعالى، التي حذر فيها السلفيين من الغلو، حذرهم من المسلك الحدادي الذي هو دعامة التكفير بدليل أسئلة طرحت. هذه الأسئلة أسئلة مقيتة سال سمها، أسئلة كشفت هذا المنهج القذر. هل نصلي عليه؟ هل نترحم عليه؟ هل ندعو له؟ ولعل الشيخ أحمد حفظه الله تعالى لم يسمع بمن سجد لله شكرا في زعمه لما بلغه خبر الوفاة، ولم يسمع بمن يطلق لفظ الهالك. نسأل الله أن يسلمنا في هذه الدنيا وأن نلقاه على خير. إذن هب هذا الشيخ الفاضل لتحذير السلفيين من هذه الهمجية، لتحذيرهم من هذه الحدادية، فتفجر جمعة، تفجر بأمرين بارزين. الأمر الأول أنه أوسعه سبا وشتما، وتفنن في الطعن فيه ووصفه بأقبح الأوصاف. لما؟ لأن القاعدة عند جمعة الحداد هي أنك إذا خالفتني فأنت عدوي، أطعن فيك وأسبك وأذكرك بأقبح ما يكون. هذه هي قاعدته. ثم تراه ينسب نفسه للسلفية وينسب نفسه للعلماء الأطهار، سبحان الله. وبعد هذا السب والشتم والطعن بهذا الشيخ الفاضل، لعل جمع الحداد سيرسل من حديقته العفنة قطيعا من وحوشه الغلف للتفتيش وللنهش والافتراس، ثم يجلس بعد ذلك مبتهجا متلذذا ينظر ويرى إرواء لغليله، ولسان حاله هنيئا لملك الوحوش. إذن يا إخواني، متى سيستفيق من بقي من أتباعه أن هذا الرجل مريض؟ إخواني الكرام، هذا المنهج المقيت، هذا المسلك البشع هو الذي أنكره شيخنا الشيخ أزهر رحمه الله تعالى، أنكره وجاهده حتى لا ينتشر في السلفيين. فاللهم أعظم أجره واجعله في عليين، آمين. أما الأمر الثاني الذي تفجر به جمع الحداد فهو أمر خطير خطير. قال هذا الحاقد المنحط: فتكلفنا مؤونة الاعتذار لسكوتهم. من هؤلاء يا جمعة؟ من هؤلاء الذين سكتوا عن بيان الحق وتكلفت أنت الاعتذار لهم؟ سمهم إن كنت رجلا، والله أتحداك يا جمعة، سمهم إن كنت رجلا، سمهم يا عالم البلد. ثم الآن ماذا؟ هل انتهى وقت تكلفك للاعتذار؟ ماذا ستصنع بهم الآن؟ أفصح يا ماكر. أيضا قال هذا الحاقد المنحط: أم أنها تذكر عند التدخلات والإملاءات والتوصيات. هذا كلامه، وقاله في سياق أن الأمر إذا تعلق بالجزائر فهذا الذي يكون وهذا الذي يحصل. فيا أيها الفتان، أنت تقطع بين المسلمين وأنت تضرب بعضهم ببعض. فيا جمعة، يا جمعة، من المتدخل؟ من المملي؟ من الموصي؟ قل وأفصح إن كنت رجلا. أيضا من هذا المتدخل في شأنه؟ ومن هذا المملى عليه؟ ومن هذا الموصى له؟ سمي
سمي لنا يا رجل البيان، سمي إن كنت رجلا، قل وأب وأفصح يا صاحب المنهج الواضح. فإخواني الكرام، الحقيقة مرة، والله أتذكر جيدا أن هذا الأمر هو الذي سار عليه فركوس، هذا الأمر هو الذي سار عليه فركوس. فالحقيقة أن جمعة على طريق فركوس تماما، فركوس الذي قال المطرقة على رؤوسهم والجهة التقليدية، وقال ما قال، وقد أنكرنا حينها ما قال وما افترى، فجاء هذا يفتري كافترائه. والحقيقة مر كما ذكرت، لأنها الجزأرة النجسة، هذه هي جزأرة النجسة، فطريقهما واحد إلا أن السير يختلف، ومنهم من قد يسير على وجهه ومنهم من قد يسير على دبره. لذلك أرجع وأقول يا جمعة، من الذي يملى عليه؟ أجب يا زعيم التكيات، أجب، من هذا الموجه يا صاحب أنشودة؟ نعم، يعني هو صاحب أنشودة الوطنية السلفية والسلفية الوطنية، فأجبنا وأفصح وأبن. إذن الحمد لله، الحمد لله، والله لا يبقى باطل إلا وفضحه الله عز وجل. والحقيقة أنه ليس هو الذي يفضح نفسه فقط، أيضا من استخدمه من تلك أو من أولئك المرتزقة، فذلك الثور الغامبي له مشروع تغيير إفريقيا، بهذا كشف مشروع جمعة. طيب، إذن بارك الله فيكم، الحقيقة كما ذكرت مرة، وأن طريقهما واحد، وطريقهما أيضا فيه إرضاء لذلك الكبر وتلك الغطرسة، وفيه خدمة تعاظم النفس. وما هو القربان الذي قدم لهذه الغاية السيئة، هذه الغاية الفاسدة؟ القربان هي السلفية. ولكن أقول اعلم أن جزأرتكم النتنة هي تحت أقدام السلفيين الخلص الذين فهموا هذا السبيل، سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحزبية التي أنتم عليها ركس، وقد لعبت بأوراق وقطعت ومزقت وشوهت وبهتت وفعلت ما فعلت، ولكن والحمد لله وعد الله حق، فالسلفية باقية وهي صافية. فاللهم سلم السلفيين، اللهم سلم بلدنا الجزائر. ونقول في آخر هذه الكلمة ما قال ربنا جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.